اهلا بيكم مكملين ومستمتعين برحلتنا الهجرة بعيون الإدارة. اتكلمنا كتير عن كل الخطوات والمراحل اللي فاتت. تخيلوا كام حلقة بنتكلم مع بعض ولسه ما دخلناش على الهجرة نفسها وخطوات الهجرة نفسها. وهل هو ده عادي؟ ايوه هو ده العادي. كل ده البري لونشنج، كل ده كانت مرحلة الاعداد والتجهيز. ولو لسه ما شفتش الحلقات دي ارجع اتفرج عليها علشان تقدر تفهم وتربط كل اللي جاي. وتعالوا نكمل رحلتنا. انتهت البيعه، اتحطت الاورج تشارت، اتحط الاستراكشر، اتحطت الروزا ريسبونسبيلتيز، اتحدد مين هم الكوميونيكيشن تشامبيونز، اتحدد مين هو السنجل بوينت اوف كونتاكت اللي هيتكلم بالنيابه عن كل الانصار اللي هم الاوس والخزرج، وبعد كده اتسموا الانصار. كل دون خلاص بقى واضح، كل دون اتحدد، الاستراكشر اتبنى. يلا بقى ننزل ونتحرك. بس هل الموضوع مشي بالسهولة دي؟ أبدا، لازم يحصل مشاكل. الموضوع وصلت ملامحه، ولكن هل الموضوع مشي بمنتهى السلاسة والهدوء دي؟ للأسف مش هو ده اللي حصل. إيه اللي حصل؟ اللي حصل بمنتهى البساطة إن قريش وصل لها معلومات عن الموضوع دون، وبالتالي السر بقى علن. بدل ما كان الموضوع سري جدا، لا الموضوع بقى علني. خلاص احنا عرفنا بالاجتماع، جايز ما عرفناش ايه التفاصيل اللي حصلت، ولكن لا الاجتماع دون اكيد وراه حاجة مقلقة. مش بس كده، رجع الانصار الى يثرب. خلاص هم شايلين الريسبونسبيلتي بتاعتهم، كل واحد شايل وحاسس بالسنس اوف اونرشيب عاليه جدا عنده. انا بارتنر في الاجريمنت ديت، مش مجرد حد قال لي اعمل كذا او ما تعملش كذا، لا انا شاركت بنفسي في سيتنج الاجريمنت، فاكسبتنج الاجريمنت. فالباي ان كان في قمته، وبداوا يستقبلوا الناس اللي خارجه من مكه وبتهاجر الى يثرب، او بتهاجر الى المدينه المنوره. ده تعديل اسمها ليتر اون، بس خلينا نقول ان هي فعلا بقت خلاص من اللحظه دي المدينه المنوره. يعني بدات اولى خطوات بناء الدوله فيزيكالي على الارض بتتحقق. الاورجنايزيشن اللي كانت فيرتشوال النهارده بدات تبقى فيزيكال اورجنايزيشن. بدات الناس تتحرك من مكه الى المدينه، وهنا بدا يحصل رعب عند قريش. بيصحوا كل يوم الصبح يلاقي ناس مختفية، ممكن حد مختفي، ممكن بيت على بعضه، أسرة كاملة مختفية، مجموعة مختفية، ما بين شباب وما بين ناس كبار. تجار بيبيعوا كل الريسورسز بتاعتهم وبيصفوا أعمالهم عشان يتنقلوا الناحية التانية، وناس تانية بتسيب كل ما تملك وأعمالها وبتتنقل الناحية التانية. الموضوع دون بدأ يقلق قريش، مش بس بيقلقهم، لا ده بدأ يبقى مصدر خوف ورعب ليهم. ليه مصدر خوف ورعب؟ احنا كده بنفقد السيطرة، بنفقد الكنترول على الكوميونتي الصغيرة اللي كانت تحت ايدينا، والكوميونتي عمالة بتكبر وبرانا، احنا ملناش اي كنترول عليها. وبالتالي احنا لازم ناخد اكشنز وبالسرعة علشان تمنع استمرار الهجرة دي واستمرار بناء الاورجنايزيشن اللي احنا واقفين قدامها. وهنا بدأ يجتمع كل الستيك هولدرز اللي ليهم كومن انترست واحد، وهو افشال الرحله اللي بدأت تشتغل. اجتمعوا كلهم في دار الندوه، وده المكان اللي كانوا بيجتمعوا فيه، كأنه المجلس الإدارة بتاع مكة كلها. فهنا ده بيجتمع فيه كل البورد اوف دايركتورز علشان يبدأوا يست الاستراتيجي، هنتحرك ازاي وهنشتغل ازاي. بدأ يظهر لهم ان بقى في شيفت ان باور. يعني ايه شيفت ان باور؟ بدأ الباور اللي كان ضعيف للمسلمين جوه مكة يظهر قوته شوية بشوية لما بيتنقلوا. التجمع عمال بيزيد وقوة التجمع عمال بيزيد. بالنسبة لهم هم كده واقفين قدام كرايسيس، وبالتالي محتاجين يشتغلوا بكرايسيس مانجمنت مايند سيت. هم مش واقفين قدام مشكلة طبيعية، لا هو بالنسبة لهم يمثل كرايسيس حقيقية، وبالتالي احنا محتاجين نشوف هنتعامل مع كرايسيس دي ازاي. الباور داينامكس بدأت تتغير. يعني ايه باور داينامكس؟ زمان
لغايه ما بدات الناس دي تهاجر، الباور كله كان في ايدينا احنا اهل قريش، احنا اللي مسيطرين، احنا اللي قادرين نحدد ونحجم الحركه تكون شكلها ايه. النهارده وي ار لوزينج كنترول، الباور داينامكس بتشيفت من ايدينا الى مكان تاني احنا ملناش كنترول عليه which is المدينه نفسها. فبدا الكلام دون يقلقهم، بدا يبقى في مور ريزيستنس اند ريزيستنس للحركات اللي بتحصل دلوقتي والتحركات اللي بتحصل. طيب هنعمل ايه؟ اجتمعوا مجلس الاداره وبداوا يناقشوا الكرنت سيتويشن، بداوا يعملوا سيتويشنال اناليسيز للوضع القائم شكله ايه، بداوا يعملوا فوركاستنج وبروجكشن الوضع ده لو استمر هيحصل ايه. وكان القرار واضح بالنسبه لهم. ايه هو القرار؟ الموضوع ده لازم يقف. طيب نوقفه ازاي؟ كان قدامهم 3 قرارات وبداوا يعملوا الفوتنج على ال3 قرارات دي. واحد من القرارات هو حبس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علشان ما يخرجش لاصحابه ونعمل له ليميتيشن ونضمن ان مفيش اي اكسبانشن هيحصل اكتر من كده. ده كان الالترناتيف الاولاني. طيب الالترناتيف الثاني لا ننفيه. الالترناتيف الثالث الاغتيال، لازم نغتال قائد الاورجنايزيشن دي علشان نضمن ان الاورجنايزيشن دي هتقع. وهو ده اللي اجمعوا عليه الفوتنج بتاعهم، تم على ال3 alternatives وكان الاختيار هو قرار الاغتيال. وهنا طلع ابو جهل بالايديا البريليانت بتاعته، عايز يمينيمايز الريزلتس اللي هتطلع من وراء الاغتيال دون، عايز يمينيمايز الامباكت اوف الاغتيال. ازاي هنمينيمايز الامباكت؟ كان قراره او كان مقترحه اللي عجب الناس كلها وقتها ان احنا هناخد من كل قبيله رجل وكلهم مع بعض يضربوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، وبالتالي قادر يمينيمايز الامباكت اوف الكونسيكونسز اللي هتحصل بالاغتيال. ده اللي اتفقوا عليه. بس الدنيا مشيت ازاي بعد كده؟ هو ده اللي هنشوفه ان شاء الله في الحلقة الجاية. الدنيا اتطورت ازاي واتحركت ازاي. استنونا في الحلقة الجاية. شير الحلقة وشير الحكاية وشير البودكاست عشان نقدر نوصل الوعي لأكبر عدد ممكن حوالينا.